عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما قلت دلوقتي القرايب او اهلك بيبقوا زي التعبين. يمكن لو قلت حكايتك او قصتك لحد آه، هيتعاطف معاكي. دي مين؟ دي بنت. روحي قولي لها بقى، بنت رشا الشاوي، قولي لها ان ايمان مصوره بنتك. اللي انا عايزه اقوله يا جماعه اني محدش بيحس بحد، بدليل كلام خالتي. يقولك ان الخاله والده ايه، بصة لاختك على ايه، حاسدة اختك على ايه. يمكن النهاردة الموضوع انا تعبانة صراحة، كنت عايزة اطلع لايف. موضوع ان عيالك حواليكي او بنتك حواليكي. دايما يقولك البنات احباب الله. تمام. اللي انا عايزة اقوله ان طالما عيالك في حضنك او بدل البنت واحدة واتنين وتلاتة، طبعا ربنا يبارك للكل، لكن زي ما قلت انتوا ما رحمتوناش. ايه بصة لاختك على ايه؟ انت مش عندك عيال؟ ايوه، فين عيالي؟ فين عيالي؟ في السفر. ماشي، في السفر ليه ما بيجوش؟ ليه؟ عشان السحر. ليه؟ طبعا انا عملت سلسلة حلقات ان المسحور بيتم اول ما عيالي يجوا بيتم التسليط الدخان عليه وبيلبسوه في الجهاز العصبي المركزي، وبيتعصب وبيهوج على الطرف التاني. وده اللي بيحصل معايا انا وعيالي، وكان بيحصل معايا انا وفتحي. فانتي عيالك في حضنك مش هتحس بالقهر اللي انا حاساه. واخده بالك؟ انتي باصه لاختك على ايه؟ طب ما يمكن رجاء بعد كده تقول لبوسانة الكلمه دي، او بوسانة تقول لرجاء الكلمه دي. ما انتش عارفه، اصل الزمن غدار. دلوقتي ما فيش حاجه مضمونه. الوقت اللي ممكن عيل صغير رايحين يصيفوا بيعملوا حادثه. انا بقى قاعده تعبانه. فالتعبان ده دايما بيفتكر، بيبقى في ودنه كده الكلام اللي كان بيتقال له دايما. بدل ما تقولي غيرانة ليه من اختك، ما تقولي ربنا يعوض عليك، ربنا يفك سحرك. سحر ايه يا اختي وبتاع ايه؟ انت اللي حاطه ودنك لسعيد الشيخ. سحر ايه؟ سحر ايه اللي انت جاي تقول عليه يا حبيب قلبي؟ سحر ايه؟ تتحطمي قدامهم، بتحاولي تصوري وتثبتي وتبرري وتضحي وتعملي، والاخر ما بتاخديش حاجه. فانتوا كده كده انت واخده موقف. ما تجيش بقى دلوقتي طالما انت بتتصنطي على الفيديوهات انت وعيالك وكوكي وجوزها والدنيا مقلوبه وعاملين رباطيه عليها، ما تجيش دلوقتي ترن عليها عايزه ربنا يفك اسرك كلام ايه؟ كلام ملوش طعم ولا ليه معنى، لان ما جاش في وقته. كلام ان انت وكوكي ضحك وهزار وصلة رحم، وكوكي دي سابت اختها. تمام. في عز تعبها من 6 سنين اول ما خلفت البت التالتة، وامها جت في الحلم قالت لها انت سايبه اختك، انت واخده بالك؟ قومي روحي لاخواتك ما تسيبهمش. فانا مش مسامحه. اذا كان في حاجه، في مصلحه، في خير، ايوه اعمله، لان انا اللي عايزه اخد الثواب. تمام كده. ما تعمليش نفسك شاطرة عليا، لان انا عملت قناة وبنشر فيها حاجات تانية. القناة محدش يعرف عنها حاجة، الفويسات وكل حاجة نشراها. فما تعمليش انتي او هي رباطية عليا بتتابعوا القناة. انا بقول بالقناة اللي انا عايزة اقوله. رايحة بعت بنتك على الفيس عشان تتجسس عشان عيلك في حضنك. ما تكوتيش عليهم، ما تطلقتيش، ما تقهرتيش على واحدة منهم تتطلق مرة واتنين قدام عينيكي. كنت سايبة اختك بمرض السرطان، يلي اختي اختي اختي. واخده بالك؟ انتي فوقي نفسك، ولا عامله خمار اتبعي لحالك كده يا يمان، وتعملي لي بوشك كده، وترفعي لي حاجب وتنزلي التاني، عشان ما دقتيش الالم في جسمك انت وعيالك، عشان ما تلطمتيش، عشان ما تقهرتيش عليهم واحده ورا التانية قدام عينيكي. انتوا 3 بنات، معاكي 3 بنات واحنا كنا 3 بنات. اتحطمنا. في اللي خاض حياته وعاش حياته، لكن انت لا، او انا لا. انا واقفه حال، قاعده القلم بياكل فيا وش في دماغي. عايزه اعرفك ان سعيد الشيخ دلوقتي في اسكندريه بيصيف، وعامل لي طلاسم في اسكندريه. ايه ماشيه معاه في الحرام؟ مش ماشيه معاه في الحرام. انا طبعا المسحور بيبقى بيتم التواصل مع الساحر عن طريق القرين. بالبلدي كده ان هو بيستخدم القرينة، عنده رهينة او زي العبد، وبيبتدي من خلالها يوزعهم على دماغك، على البيت اللي انت فيه. فانا قاعدة بتكلم والصداع ماسكني والدنيا بتلف بيا.
فكل كلمة بقى في ودني. بص لاختك على ايه؟ انتي قاعدة في بيت طويل عريض، اختك قاعدة في بيت ركنية قد كده. بيت طويل عريض؟ فين الطويل العريض؟ انتوا اللي اتربيتوا فيه واستقريتوا واتسعدتوا، طلعتوا من هنا عريس وعروسة انت وخالي جمال، وما اتقيتوش ربنا فينا. العيلة كلها مفككة، كله قافل على بيته وحياته وعياله. فما اقع في شدة، خالي جمال خاف يروح يواجه سعيد الشيخ. اخت محدش بيقف مع حد، كله نفسي وبيتي وعيالي وخلاص. فما تجيش انتي تعملي دور حنية كده بعد السنين دي كلها. ليل نهار ادعي عليكي، اي حد جرحني بكلمة او قال عليا حاجة انا بدعي عليه ليل نهار. يدوق بس في بناته اللي في حضنه، بيقوم من النوم يلاقي عيالها حواليها وجثة حواليها، فمش هتحس بقهرتي. الله نصيبك كده وقدرك كده، الله انت هتحاكمي ربنا؟ ما انتوا حاكمتونا، عاملين نفسكم مسلطين نفسكم حكام وقضاة علينا بلسانكم اللي بينقط سم. اهو اسمعوا، على الله تتعظوا بس. طبعا انا سبتكم تسمعوا الوفاة، ربنا يرحم الجميع. انتوا بقى يا خالتي وخلاني واخواتي رحمتوني في تعبي ابدا، رحمتوني في شدتي ابدا. دي بنت نورة، روحي قولي لنورة ده ايمان مصوراها، انا لقيتها على صفحة إدارة التعليمية، الإدارات التعليمية الإعدادية. وروحي افتني يلا اجري. انت عايزة ايه؟ طبعا عايزة اصحى اي واحد زي ماما الله يرحمها في شدتها تعبها، كانت بتفتكر محدش من اخواتها بيزورها، اللي بيزورها مشي حالك حالك يمشي. كنا بنتصل بيكي يا ام بوسي نقولولك تعالي شوفي اختك بتموت. الله بتموت؟ بتموت ايه يا بنتي؟ بتموت ايه؟ ما تقوليش كده، الاعمار بيد الله. ما كنتش فاضية عشان بنتك تعبانة وبنتك سخنة. اللي بيواجهكم ما بترحمهوش. هي طبيعة الإنسان كده. فماما طبعا كان دماغ تعبان، الإنسان طول ما هو تعبان، طول ما هو في إثارة في الجهاز العصبي، طول ما هو عفاريت، لأن مفيش عفاريت ساكنة في دماغك إيه انتي ولا عيالك ولا جوزك، واخدة بالك انتي. ف فحتة ان حتى البنت اما بتبقى في حضن امها واخدة قسم التصوير، وبتتصور كمان او بترسم حاجات كلاسيكية هادية لان البيئة هادية. لكن انا عيالي، هل انت عيالك اتاخدوا منك اتربوا مع مرات اب جحدة واب غبي واتذلوا؟ لا. هل مثلا اتعوض امهم اتنصرت وسحرها اتفك ومعايا جوزي وعيالي مش عايزة حاجة من حد؟ لا. هل عاشت إنسانة طبيعية واستردت حريتها
واتجوزت حد هي عايزاه بإرادتها، لأ، بتتحارب في كل ده. فاحمدي ربنا على عيالك في حضنك. دي بنت وائل، بنت نورة. روحي اتصلي بكوكي او افتني بقى، شوفي هتفتني على مين. كل اللي انا قلته على كوكي هي عارفه ان هي استغلتني، وهي وقفت ضدي وكانت بتتقل مني هي وجوزها. هي روحي بقى قولي لها الكلام ده كله، افتني. فرصه اهي، انا بعرفك يعني فرصه، واخده بالك انتي؟ فالإنسان طول ما هو جسمه قيد نار، عفاريت، خنقة، زهق، وحدة، إحباط، يأس، ساحر قاعد كل شوية طلاسم بتتكتب عليكي وينفخ فيهم ينتشروا عندك في جسمك وفي البيت. طول ما انت بتعفي نفسك عن الحرام ومستحملة اللي محدش يستحمله، هل انت عشت ده؟ هل كوكي عاشت ده؟ هل واحدة من بناتك عاشت ده؟ تبقي ترحمي. يلي انا قاعده في بيت طويل عريض، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي انتي وعيالك وكوكي.